عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بيكم معايا في فيديو جديد وبنة جديدة. بنتنا اليوم هي بتيفوغ باللوز التونسي المفحفح البنين المعلق. باش نعملوه بشوية بركة مكونات من غير إضافات، وباش نتحصلوا على نتيجة روعة. تبعوا الفيديو، المكونات، طريقة التحضير، ليزاستيوس، وإن شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. عندي لهنا 100 جرام سكر محور، باش نحط عليه 200 جرام لوز ابيض مرحي. تنجموا تعملوها باللوز الاحمر، لكم الاختيار. انا لهنا عندي لوز ابيض مرحي، ويا حبذا تاخذوه كعب وترحوه انتم في الدار باش يعطيكم معناها خير، وما يكونش فيه اي اضافات اخرين، خاطر اللوز المشري ساعات يزيدوا فيه حاجات اخرين. نخلطوا المكونات الجافة مليح مليح مع بعضها حتى لين تتجانس. لهنا تنجموا تعاودوا تعملولها رحية خفيفة ولا تغربلوها. بعد ما خلطناهم باش نحط 3 بكوات سكر فانيليا. تنجموا تعملوا لاغوم تاع الفاني. لهنا راهو جوست باش ينحي لنا الزفرة نتاع ابيض العظم. وعندي زوز ابيض عظم حطيت عليهم قطرات نتاع روح اللوز. توا باش نخلطهم مع بعضهم بشويه بشويه. بالنسبه لعجينتنا ما تتعجنش، تتلملمين، خاطر كي نعجنوها اكل اللوز هذاك يقر زيته، ومن بعد يجينا البتي فور نتاعنا يابس. توا باش نخلطها ونحاول نلمها بيدي بشوية بشوية، وتشوفوا معايا التكستور اللي باش نتحصلوا عليها. لهنا كيما شفتوا بقيت نلم فيها بيدي بشوية بشوية، ما حبيتش نطول لكم الفيديو بطبيعة الحال. حتى لين نتحصلوا على العجينة تكون بالقوام هذا. توا باش نحطها في البوشة دوي، وبطبيعة الحال ما ننسوش الفور راهو يسخن على 180 درجة، وتبقى الفور حطيت عليه بابي كويسون. بالنسبة للضوء اللي باش نخدم بيه، هذا هو. انا لهنا ما همش مرقمين الضوء اللي عندي، حبيت بركة نوريلكم الشكل متاعها كيفاش هو. هذا هو. توا باش نعمر البوشة دوي متاعي، ونبدأ نخدم فيهم على الطبق متاع الفور، ومن بعد ندخلوهم الفور يطيبوا، ونشوفوا النتيجة النهائية مع بعضنا ان شاء الله. لهنا لآخر مرة حبيت نوريلكم التكستير متاع العجينة متاعنا كيفاش لازم تكون. هذه هي النتيجة اللي حاشتنا بها، ما يكونش جاري برشا وما يكونش يابس، يكون يتلصق شوية في اليدين. توا باش نخدمهم الكل على البلون ترافاي، على طبق الفور عفوا، وخلوا كل بين كعبة وكعبة شوية فضاء. بالنسبة للبتيفور هذا ما نستحقوش باش نحطو فيه بطاطا مسموطة، ما نستحقوش باش نزيدوها عسل، ما نستحقوش باش نحطو فيه اي اضافات اخرين. جوست السكر محور واللوز وابيض العظم، وحاجة نفوحوا بها فقط. توا باش ناخذ كعبات لوز باش نرشقهم من فوق. تنجموا تعملوا اللوز الاحمر ولا اللوز الابيض اللي متوفر عندكم. تنجموا تحطوا حتى كعبات فستق ولا بفريوة اللي عندكم. ومن بعد باش ندخله للفور. نعاود نذكركم، الفور على 180 درجة باش يبقى بين 10 15 دقيقة. اول ما نشوفوه احمر نخرجوه من الفور، ما نخلوش يحمر برشا، كيف كيف باش ما يبسش. وهذوما كعبات البتي فور خرجوا من الفور، الدار ريحتها فاوحة ما شاء الله بريحة اللوز، بنين يهبل. وشوفوا التعليكة متاع البتي فور اللي حشتنا بها موجودة من غير حتى إضافات. إذا كان عرفتوا تخدموا العجينة متاعكم مليح مليح، معناها راهو ناجح 100%. اي فوالا يا جماعة، ان شاء الله الفيديو ما كانش طويل، وان شاء الله الوصفة عجبتكم، وزادا ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي في لي كومنتير. وبسلامة، وان شاء الله في فيديوهات اخرين.